ولكن الزمالك لم ينجح في الفوز على الأهلي. ما هذا؟ ما هذا؟ وكل مرة يقول لك ايه؟ اصل عمرو اوفر، عمرو غاوي احباط. وبعدين في ناس تانية الاقيها بتبعت لي حاجة لطيفة جدا، يقولوا لي ايه؟ ما تغير بقى. غير ايه؟ دي لعنة، دي لعنة. هي امي دعت عليا، هي لعنة. روح يا ابني وتفضل زملكاوي، لعنة، مرض. انهيار وصدمة وجنون عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي المثير على الزمالك، ويسخر من الزمالك بسبب الحكم الأسباني. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز الأهلي على الزمالك فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي المثير على نادي الزمالك في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم الأسباني، فقد تفاعل الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب الذي كان له رد فعل قوي بعد انتهاء هذه المباراة في برنامجه الحكاية على MBC، وقال: أنا مش عارف الزمالك نعمل له إيه أكتر من كده. الحكم الأسباني عمل اللي عليه صراحة، والله احتسب له ضربة جزاء من وحي الخيال خلال الشوط الأول، والشناوي صدها وقعد يجي 3 ساعات عشان يعيدها، وعدها في الآخر برضه وهي مش ضربة جزاء أساسا. والحكم الأسباني عمل اللي عليه. وبرضه في الشوط الأول الحكم احتسب ضربة جزاء لصالح الأهلي، والحكم راح للفار، وبعد شوية الحكم رجع في كلامه وقال الكورة ضربت في صدر لاعب الزمالك أو في جنبه، بس احنا كلنا شايفينها إن هي ضربت في إيد لاعب الزمالك. والله وأنا كنت قاعد قلت هي ضربة جزاء رسمي. اتفاجئت بصراحة إن الحكم ما احتسبهاش ضربة جزاء. بصراحة الحكم الأسباني عمل كل اللي عليه، ولاعبة الزمالك مش عارف ايه اللي حصل لها في الشوط الثاني. بعد نزول حسين الشحات لاعبة الزمالك ركبها خبطت في بعض، وحسين الشحات جاب جون وجاب ضربة جزاء وقلب الماتش. صراحة انا مش عارف لحد امتى لاعبة الزمالك هتفضل خايفة من لاعبة الاهلي. والله الاهلي مستوى وحش وبرضه خايفين منه وهو وحش. انا مش عارف نعمل ايه للاعبة الزمالك. الاسد لما يكون عيان لازم الضباع تهجم عليه وتاكله. الاسد الاهلاوي عيان وتعبان وبرضه بيفوز علينا. انا مش عارف ايه الحظ الاسود اللي انا فيه ده يا ربي. اهو الاهلي اللي كنا بنقول عليه المركز ال16 اهو هيوصل وهياخد القمة من الزمالك. وما ننساش يا زملكاوية احنا لاعبين ماتش زيادة عن الاهلي، يعني الاهلي لو فاز الماتش اللي ناقص له هيطلع علينا. انا قلت لكم يا جماعة الاهلي ده ملوش امان. والله يا جماعة انا هتجن. الدنيا كلها بتتغير الا لازم الزمالك يخسر من الاهلي. وقال الزملكاوية كانوا فرحانين الموسم اللي فات اللي الاهلي انسحب قدام الزمالك. الحمد لله اللي انسحب، كان هيحط علينا زي ما حط النهارده. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.